لو انت ما عندكش وقت كتير ونفسك انك تحترف فعلا في الشطرنج، وكل شوية تتابع مواقع الكورسات العالمية والعربية وتشوف ايه الكورسات الجديدة اللي نزلت، يقولك افتتاح قوي مثلا هيخليك تفوز في 10 نقلات في 5 نقلات، وتروح على طول انك تشتري الكورس، ولكن تلاقي ان مستواك ثابت مش بيتغير لانك ما عندكش خطة ثابتة في التدريب. في الفيديو ده انا هوريك 3 خطوات عملية هيساعدوك انك تزود مستواك في اسرع وقت حتى لو ما عندكش وقت كبير للتدريب. وهي دي المشكله اللي عند كتير من الناس. ففي البدايه افكرك، لو انت اول مره تتابعنا متنساش تعمل اشتراك في القناه عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي تزود مستواك في الشطرنج. المشكله اللي عند كتير من الناس ان هم عايزين يتدربوا بس ما عندهمش وقت كتير للتدريب، وليكن مثلا ما عندهمش مثلا غير ساعه او حتى نص ساعه في اليوم. على مدار الشهر كله ما عندوش غير نص ساعة بس أو ساعة بس في اليوم. إزاي ممكن يستغل الساعة دي إن هو مستواه يرتفع؟ المشكلة إن هو عشان مش عارف إيه الأهم ثم إيه المهم، فهو بيتدرب في حاجات مش مهمة، فبالتالي عشان هو بيتدرب وقت قليل بيلاقي إن مستواه مش بيزيد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في قاعدة كده نفسية بيقولك في حاجة اسمها 80-20، يعني في حاجات 20% من الماتيريال بتاع الشطرنج بيساعدك ان يزود مستواك بنسبة 80%، ولكن في 80% من الماتيريال بتاع الشطرنج بيزود مستواك بس بنسبة 20%. فبالتالي انت عشان ما عندكش وقت انت محتاج تدور على ال 20% بس اللي يساعدوك ان مستواك يزيد بسرعة، لان الطبيعي ان اغلبنا ما عندوش وقت ان هو يتدرب لفترات طويلة، غير طبعا اللي محترف واللي بيخش بطولات كتير، ولكن اغلبنا ما عندناش وقت ان احنا نتدرب. فبالتالي احنا محتاجين نعرف ايه بالظبط اللي احنا محتاجين نتدرب عليه عشان مستوانا يزيد في اسرع وقت. طيب، التدريب هيكون على 3 خطوات. الخطوة الأولى حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي انت محتاج تشتغل عليها، ودي فعلا بترفع مستواك بسرعة، يعني حاجة بمعنى أصح من 20% اللي تزود مستواك بنسبة 80%، اللي هي انك تلعب ماتشات وتحللها. طيب ازاي العب ماتشات وازاي احللها؟ طيب مبدئيا دي الحاجة الأولى، ودي بتاخد تلت الوقت بتاعك. يعني مثلا تعال نفترض ان انا هتدرب في الاسبوع كل يوم ساعة، ما عدا مثلا يوم الجمعة هاخده راحة، فبالتالي هتدرب 6 ساعات كل يوم ساعة، ما عدا الجمعة طبعا لازم تاخد راحة عشان ترفرش كده وتبقى متحمس للاسبوع اللي بعده. تعال نفترض ان هم 6 ساعات والجمعة راحة، هنقسم ال6 ساعات دول 3 تلات. التلت الاول اللي هو تحليل الماتشات، انك تلعب ماتشات وتحللها، وده جزء مهم جدا وللاسف ناس كتير بيهملوه. زي ما قلت لكم، اي حد بيشوف مثلا انا كورس شطرنج جديد بيبدأ ان هو يشتري الكورس، ولكن بيفاجئ ان مستواه مش بيزيد. لا، انت لازم تركز على الحاجة المهمة اللي هي انك تلعب وتحلل. طيب ازاي بقى العب واحلل؟ طبعا ازاي العب دي احنا عارفينها. ازاي احلل ماتشاتي بشكل احترافي؟ يعني مثلا انا هديك مثالين من البطولة اللي انا لسه لعبها اخيرا، بطولة كلاسيك. الدور ده هو الدور الوحيد اللي انا خسرت في البطولة، كانت بطولة 7 جولات، خسرت بس في ماتش دوا. لما اجي احلل الماتش بحلل ايه؟ مبدئيا بعرف الاخطاء بتاعتي، ورقم 2 بشوف الوقت بتاعي. يعني لو لقيت مثلا ان انا في كل الماتشات باخد وقت كبير في التفكير اكتر من اللازم، ببدأ ان انا احط دوا في خطة التدريب بتاعتي، ان انا محتاج ان انا في الحسابات احاول ان انا احسب بسرعة بدقة اعلى. فبالتالي ببدأ ان انا احط في الخطة التدريبية بتاعتي ان انا هركز على الحسابات. تعالوا نشوف مثلا الموقف ده. هنا النقل على الابيض، وانا لعبت نقلة السي 4. طبعا انا بلعب مع تقييم 1900 وشوية، وهنا انا لعبت سي 4، وفاكر طبعا ان انا موقفي كويس جدا، معايا 4 بيادق في مركز الرقعة او في نص الرقعة، فبالتالي معايا تفوق. وقرر هنا خصمي ان هو يلعب بي 5. طبعا انا شفت البيدق ده ان انا ممكن افكر ان انا اكل مرتين هبقى كسبت بيدق، ولكن عجبتني نقلة تانية، وهي ان انا اكل بيدق في بيدق، ياكل بالبيدق وبعدين ازيح البيدق اقول له هات الفيل، بحيث لو مشي بالفيل ممكن افكر ان انا اكل وزير في بيدق. طبعا انا حسبت النقله دي كتير جدا، يعني اتاكدت تماما ان انا بكسب بيدق وما عنديش اي مشكله وخلاص انا بكسب. خلاص بكسب بيدق، وطبعا بكسب الدور، برجع بعد كده بالوزير وابدا ان انا ازيح البيدق ومعايا بيدق كامل زياده من الافتتاح. ولكن اللي ما شفتوش في النقله دي طبعا ان هو هنا لاعب بيشوب دي 5، بيقول لي هات الرخ بتاعتك. وللاسف الرخ ما تقدرش ترجع لورا عشان تفضل حاميه البيدق، لان الرخ لو رجعت لورا فهو بياكل فيل في حصان، باكل بالفيل بياكل بالوزير، فبضطر في الموقف ده ان انا امشي بالرخ زي ما حصل في الدور. واول ما بمشي بالرخ ساعتها بيجي لي بالرخ بيقول لي هات الوزير، امشي بالوزير بياكل البيدق، ضيعت كل التفوق في الارض بسبب نقله ان انا جيت في الموقف ده
ما شفتش ان هو عنده نقله البيشوب دي 5. طبعا المفروض اشوفها في انهي لقطه؟ في اللقطه دي وانا باكل بيدق في بيدق، المفروض اشوف ان بعد في نهايه التفريع عنده بيشوب دي 5. طيب معنى كده ايه؟ الخطوه رقم واحد ان انا اشوف الخطا بتاعي. هنا انا شفت الخطا بتاعي نقله البيشوب دي 5. ما تقولش كده انك انت حللت دورك، لا، كده انت ما استفدتش اي حاجه، لان الموقف ده عمرك ما هتلعبه تاني في حياتك. فبالتالي ما فيش اي استفاده ان انا اعرف لا ده بيشوب دي 5 كان المفروض اشوفها. لا، الصح ان انا اعمم الغلطه دي. يعني ايه اعمم الغلطه دي؟ هنا نوع الغلطه ايه؟ نوع الغلطه ان انا ما شفتش نقله هجوميه من نقلات خصمي. يعني بعد ما كلت وزحت وكلت ما شفتش نقله هجوميه من نقلات خصمي، فبالتالي ممكن نسمي الغلطه دي يا اما وان موف شورت، ان انا حسبت التفريع الا نقله، قيمت الموقف كده انا كسبان بيدق وبكسب الدور، ولكن لو كنت حسبت نقله تانية كنت اكتشفت لا، ان انا ضيعت كل التفوق، الموقف يمكن تفوق كمان للاسود. ممكن نسميها الغلطه دي وان موف شورت، او ممكن نسميها ان انا ما شفتش يعني ديفensive opportunity عند الاسود ان هو يجي بالفيل ويدافع بالشكل ده. فبالتالي عامه الغلطه غلطه حسابات، فبالتالي محتاج وانا بعمل خطه تدريبيه ان انا اركز على الحسابات، احاول ان انا اشوف التفريع لحد الاخر، ما اجيش في نقله في الاخر واروح ما اشوفهاش. دي غلطه شفتها في الدور ده. مثلا مثال تاني، دوري مع عصام نشأت. هنا انا كنت بلعب بالاسود. طبعا عصام نشأت صاحب قناه اسرار الشطرنج. في الموقف ده هو لعب ان هو رجع بالرخ. فكره رجعه الرخ طبعا انا شايفها ان هو عايز يزيح البيدق، ساعتها هيبقى قطع الطريق على حمايه البيدق بالفيل بتاعي، اضطر ان انا امشي بالفيل وياكل رخ في بيدق ويكسب مني بيدق. في الموقف ده انا قررت ان انا اجي بالرخ والعب لعبه اكتف ما يهمنيش حد. جيت بالرخ قلت له هات الفيل بتاعك. طبعا دلوقتي انا طالب الفيل، بحيث لو كلب الحصان باجي بالفيل رابط الحصان وبعمل ضغط على الحصان وبقدر ان انا اكسب منه قطعه. ولكن انا شايف في الموقف ده ان هو ممكن يمشي بالفيل يقول لي هات الرخ، وكنت مخطط في الموقف ده ان انا بمشي بالرخ وما عنديش مشكله، انا ضامن النقله دي ممنوعه. ممنوعه ازاي؟ ممنوعه بالفيل وبالرخ. ولكن طبعا فوجئت بعد ما جالي بالفيل ان انا لو مشيت بالرخ هو بيزيح البيضه. ازاي النقله دي ممنوعه؟ فعلا انا مشيت بالرخ ما عنديش حل تاني، وهو زاح البيضه. وفوجئت طبعا اني ما بقدرش ان انا اكل البيضه. طبعا الغلطه دي بيسموها في الحسابات، هي طبعا غلطه تبع الحسابات، بيسموها هالوسينيشن، او يعني ان انا بدات ان انا اهلوس. طبعا ممكن تكون من حسابات كتير، او هو كان اليوم ده وكان فيه جولتين. يعني الغلطه دي غلطه حسابات، محتاج انك مش بس تشوف الغلطه، محتاج انك تعممها وتحاول انك تحط في الخطه التدريبيه بتاعتك حاجه تساعدك انك تتخلص من الغلطه دي، اللي هي ببساطه الهالوسينيشن، او ان انا اهلوس. ازاي النقله دي ممنوعه؟ النقله دي مش ممنوعه فعلا. زاح البيضه واضطريت ان انا امشي بالفيل واكل رخ في بيضه، وبقيت خسران بيضه وتفوق واحد تقريبا للابيض، بس ربنا ستر بعد كده وكسبت الدور. طيب خطوه رقم واحد انك انت تركز في تلت الوقت. فنفترض ان انت ليك 6 ساعات تدريب في الاسبوع، تحاول انك تركز في ساعتين بس انك انت تلعب وتحلل ماتشاتك وتعمم الغلطه اللي انت بتعملها في الماتشات، انك انت تحاول تعمم الغلطه وتحاول انك تحطها في البرنامج التدريبي بتاعك. طيب ده اول تلت. التلت التاني حاجات كتير، الافتتاح ونهايه الدور والاستراتيجيه، لان الحاجات دي هي ال 80% اللي بتزود مستواك بس 20%. وللاسف ناس كتير بيركزوا على الافتتاح، ولكن الافتتاح من ال 80% من البلك الكبير اللي ممكن يساعدك انك تتطور، ولكن بجزء بسيط جدا. فبالتالي في التلت ده اللي هم الساعتين انا هركز على 3 حاجات: الافتتاح، احاول ان انا اطور الافتتاح بتاعي، والاستراتيجيه، اطور الاستراتيجيه، واطور برضو وسط الدور. يعني ايه؟ يعني مثلا الافتتاح في سلسله على قناه كاسبروف العرب اسمها افتتاحيات الشطرنج. تختار اي افتتاح انت عايزه، فيها تقريبا 33 فيديو حاليا. تختار اي افتتاح وتكتب النقلات دي على موقع ليه تشيس او ايا كان، وتحفظ النقلات، وبعد كده تشوف ادوار اتلعبت بالتفريعات دي، وبعد كده تشوف تلعب ماتشات على التفريعات دي. كده انا بتدرب على الافتتاح. الحاجه التانية اللي هي الاستراتيجيه، عندك طبعا كورس تفجير المهارات الشطرنجيه على اليوتيوب برضو على قناه كاسبروف العرب. تكتب تفجير المهارات الشطرنجيه في 41 فيديو، ده بيساعدك انك تتطور في الاستراتيجيه. طيب عايز اتدرب على النهايات، اعمل ايه؟ افتح صفحه او قناه كاسبروف العرب الصفحه الرئيسيه، وببدا ان انا انزل تحت. هتلاقي فيه قسم اسمه كورسات نهايه الشطرنج. هتلاقي فيه كورسات كتير عن نهايه الشطرنج، ولكن ال3 حاجات دول على بعضهم كده حاجات مش مهمه، فبالتالي بندي لل3 حاجات دول بس تلت الوقت اللي هو ساعتين.
طيب امال هعمل ايه بقى في الساعتين التالتين اللي هم، او في التلت التالت في الساعتين الاخرانيين دول؟ هتدرب على ايه؟ هتدرب على حاجه مهمه جدا اللي هي الحسابات. ازاي هتدرب على الحسابات؟ بمعنى اصح انا محتاج ان انا احل الغاز. ازاي بقى احل الغاز بشكل عملي؟ لان الالغاز دي بتساعدني ان انا اتطور في 3 نواحي بتوع الحسابات. ممكن تتفرج على الفيديو ده، اسرار اقوى موقع شطرنج اونلاين، بشرح لك بالتفصيل ازاي تعرف تحل الغاز بشكل عملي. اشوفكم على خير ان شاء الله، ما تنساش تدعمنا بلايك. اشوفكم على خير ان شاء الله، الى اللقاء.